النهارده هنعمل البطارخ زي ما انتوا شايفينها كده. ده كل كوز مع بعضه ده من سمك البوري كل اتنين مع بعض. هتقولي لي طب ايه اللي معاها؟ ده الحاجات اللي في البطن ما ينفعش نشيلها دلوقتي غير لما نجمده الاول بعد التمليح، لان هو لما حاولنا نفتحه بيبقى عامل زي صفار البيض بيتفتت كده، فلازم نستنى عليه ما نقطعش اي حاجه. هنجيب ملح المطبخ العادي الناعم ونبدا نجبسه كده خالص البطروخ بالملح كده. هنجيب طبق كده او صينيه مرشوشه بالملح ونبدا نجبس البطارخ كده ونرص عليه. اللي بعده تمام، هتترص جنب بعضيها كده كده. نبدأ برضو نرص عليه وهكذا لغاية ما نخلص الطرح اللي عندنا كله. شايفين هو طاري ازاي؟ شايفين طاري ميه خالص ازاي؟ عامل زي كأنه ممبار ومحشي ميه. شوفوه بعد ما يتملح ويقعد ساعة في الملح هيبقى عامل ازاي. نقفل عليه بالملح كده كويس، نجبسه كويس عشان الملح ده اللي بيصفي الميه خالص من البطاطس. ننشفه ونخليه يجمد. شوفوا عامل زي البيض ازاي، لو اتقطع الحبل بتاعه من بره بيفك كده زي البيض. ونخبيه خالص كده ما نخلوش باين، وبنسيبه ساعة بالظبط. ان شاء الله نعمل لكم جزء تاني بعد ما خلص. نسيبه بعد ما نجبسه كده ساعة بالظبط ونرجع لكم تاني. زي ما عملنا الصينية الأولانية برضو جبسنا ده كده، خلينا الملح نغطيه تمام. ولسه بقى حاجات البطارخ الصغيرة بتاعت البول الصغير شوية اهي هنعملها برضو، بس طبعا مش هنذنبكم معانا، انتوا شوفوا النتيجة بعد ساعة ان شاء الله نرجع لكم تاني. خلص الفيديو ده ان شاء الله وله جزء تاني بإذن الله. خليكم معايا في الفيديو الجاي.